السلام عليكم. تعالوا نعمل التورلي الخطير ده بكل سهولة، والطعم والنتيجة في منتهى الجمال. تعالوا نشوف مقاديرنا وعملنا الجمال ده ازاي. بصي بقى، غرفت طبق كده رز بالشعرية، اللهم بارك، تحفة جدا. بصي على شكل قلب وشوية خضار معاه، مش قادرة اوصفلك الريحة، تحفة جدا. تسلم ايدك يا ماما. بألف هنا وشفا يروح قلب ماما. مع شوية بقى طماطم مخللة عليها نعناع اخضر ناشف، تحفة جدا، مش قادرة اوصفلك على الجمال والريحة. هي الاكلة قردحي بس تفتح النفس. تعالوا نشوف عملنا مع بعض الجمال ده كله ازاي. صحيت النهاردة عايزة اعمل اكلة يعني من غير لحمة ولا فراخ، فلقيت عندي شوية خضار كده، قلت اعمل تورلي حلو جدا وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. كوسة وجزر وبطاطس وصلصة طماطم، كيس صلصة يعني، وكم حباية طماطم كده تضربيهم، وبصل، والتوابل بقى بتاعتنا اللي بتحبيها، ملح وفلفل اسود وكمون وورق لورا، وهنزود معلقة سكر هقولك ليه، وده اختياري. كام قطعة ليا كده عشان تدينا تيست. عندك بقى ايه، وطبعا فصين توم. عندك بقى ايه، بسلة، عندك اي خضار تاني عايزة تزوديه زوديه، لكي حرية الاختيار. تعالي بس نشوف الطريقة الوهمية اللي هيطلع معاكي تورلي في منتهى الجمال والطعم، مفيش اجمل من كده. تعالوا نشوف الطريقة. هننزل هنا بمادة دهنية ايا كان، تحبي زيت زيتون، سمنة بلدي، زيت عادي، مفيش مشكلة. نزلت بكام حتة اللية كده عشان تديني ريحة حلوة، وهنزل بالبصل. كده هنحط البصل، طبعا مش هنخليه ياخد لون ذهبي، يعني اللي هو المحروق ده، انا عايزاه يدبل بس عشان يستوي في قلب الخضار ويديني تيست طعمه حلو. زي ما انتوا شايفين هقلب كده واسيبه بقى ايه قد 5 دقايق كده يدبل بس. بعد ال5 دقايق لقيت كمان عندي بسلة حطيتها، ايه هتدي تيست جميل جدا. اي خضار عندك بقى حطيه، اي خضار انتي بتحبيه حطيه. نحط اي خضار، نقلب تقليبه كده عشان يتشوح وياخد من ريحة البصل واللية الخطيرة اللي مدية تيست. تقدري تستغني عن الخطوة دي، في ناس بتقولك انا ما بحبش اللية، ممكن ما تحطهوش. تمام، هنهدي النار بقى عشان البصلة ما تتحرقش، وهننزل بباقي الخضار. الكوسة طبعا بالكمية بقى اللي تناسبك انتي حسب عدد افراد اسرتك. تمام، والبصل والبطاطس. ونقلب عشان نحط التوابل الخطيرة. التوابل برضو عايزة تزودي حاجة، عايزة تنقصي حاجة، مفيش مشكلة. كنت قايله لكم في اول الفيديو هنحط معلقة سكر. ليه منى معلقة السكر؟ عشان تضيع لي الحموضة اللي بتبقى في صلصة الطماطم. متقلقيش، مش هتديكي طعم مسكر ولا حاجة. بصوا الجمال، اللهم بارك، الشكل لوحده تحفة جدا. هنزل بقى ايه بالتوابل بتاعتي كده، ونقلب تقليبه حلوه زي ما انتوا شايفين. هديت النار برضو عشان الاكل معايا ما يتحرقش. عايزين بقى ايه، طب التوم يا منى انت كنت قايله فيه مكونات مخليها على جنب، التوم هتحطيه امتى؟ حالا عشان ما يتحرقش. انا عايزاه يديني ريحه التوم الخطيره اللي بتبقى مديه تيست حلو كده في الاكل وفي الخضار. تمام، بصوا بقى ابتدى ايه اللي هو يغلي معانا. هنحط الثوم ونقلب. ما كده كل ده بنشوح بس المكونات، وهنحطها بقى في طاجن وعلى الفرن، ودوقي احلى تورلي. طب انا يا منى مش عايزه اعملها قرداحي زيك كده، انا عندي فراخ او لحمه عايزه احطها فيها. هتسوي اللحمه مثلا، هتبقى ايه متسويه في الشوربه مسلوقه، هتحطيها معاها بس هتشوحيها مع البصلايه.
الموضوع ده هتعمليه لو عندك الفراخ او اللحمه، تقدري تشوحيهم مع البصلايه عشان يدوا برضو تيست حلو. زي ما انتوا شايفين الجمال والريحه اللهم بارك، تحفه جدا. 5 دقايق وننزل بالصلصه. هنا لما الريحه مش قادره اوصفلك على جمالها تطلع، هننزل بصلصه الطماطم اللي احنا ضاربينها. تمام، ونحط الصلصه. وهنا مرحله رشه السكر، وقلب يا معلم، وكل احلى طاجن في الشتاء في الجو البرد اللي احنا فيه ده. اكله اقتصاديه والطعم بيبقى في منتهى الجمال. تسلم ايدك يا ماما. الف هنا وشفا على قلبكم يا حبيبه قلب ماما. تمام، ياخد غلوه بقى وندخله الفرن في طاجن، عشان انا بحب الطاجن بيدي تيست حلو للاكل. انا هحطه في طاجن بايركس ونغطيه فويل وندخله الفرن يستوي. وشوفي في الشكل النهائي للطاجن تحفه جدا. انتظروني لحد ما احط التورل الخطير ده في الطاجن وندخله الفرن. تعالي بقى يا قمر ندخل الجمال ده الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد على الريحة الجميلة، عليه أفضل الصلاة والسلام. نعمل كده بقى. عندك قرن فلفل حامي حطي على الوش، بس أنا طبعا مش هحط عشان أولادي مش بيحبوا الحاجة الحراقة. تمام أهو، بصي الجمال، اللهم بارك. هغطيه بالفويل وادخله الفرن، ونعمل شوية رز بالشعرية بقى، انما ايه تحفة جدا بشوية سمنة بلدي كده. وكلي احلى اكلة في البرد اللي احنا فيه ده. هوريكي بقى الشكل النهائي، الرز اما اسويه والطاجن لما يطلع من الفرن. وده كان الشكل النهائي بتاع التورلي الخطير. اكيد شامين الريحة معي. تعالوا نغرفه مع بعض. جربوا بقى بعد ما غرفنا المنظر الخطير ده، جربوا الطريقة هتعجبكم جدا. ما تنسيش اللايك والشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.